اي نوع دهان بيتكون من 4 حاجات اساسيه: القواعد، الملونات، الوسط، وكمان مواد مساعده. القواعد عباره عن بودر وظيفته الاساسيه انه يستر اي عيب وراه. الملونات بودر برضه بحدد فيه درجه اللون النهائيه. الوسط بيبقى عباره عن زيت او ميه بيساعدونا نخلط العنصرين اللي فاتوا مع بعض. وهنا يظهر معايا نوعين من الدهانات: دهانات مائيه وكمان دهانات زيتيه. الدهانات الزيتيه كنا بنخلطها يدوي زمان، وكانت ميزتها انها مقاومه اكتر لمشاكل الرطوبه وكمان مشاكل درجات الحراره. لا وكمان اقدر اغسلها في اي وقت بالميه، واقدر ادهنها في الحمامات والمطابخ لو مش عايز اعمل سيراميك. بس عيبها ان درجات اللون فيها مش كتير، عكس الدهانات المائيه اللي بتوصل ل 15000 درجه لون. وكمان كونها انها بتتخلط يدوي بتخليك صعب انك تجيب نفس الدرجه بعد فتره او في نفس المره، فطبيعي جدا تلاقي جنب درجه لونه مختلفه عن التاني لانه متخلط يدوي. ضيف على كده انها بتفرد مسطحات اقل بكتير من الدهانات المائيه عشان كثافتها تقيله. الدهانات المائيه في منها كمبيوتر، اي درجه لون انت مختارها بيكون ليها كود محدد، بتتخلط كمبيوتر بمكنه، فسهل بعد 10 15 سنه ترجع تجيب نفس الدرجه لو لسه فاكر الكود بتاع اللون. وعملوا من نفس الدهانات دي دهانات تانية من نوع مقاومه للبكتيريا والحراره وكمان رطوبه، وفي منها بلاستيك تغسلها عادي جدا زيها زي الدهانات الزيتيه. المواد المساعده مواد كيميائيه بتديني خصائص زياده للماده او الدهان بتاعي، زي مثلا اضيف حاجه تمنع ترسب البودر، سواء البودر ده كان من القواعد او من ملونات. ومع الزمن لما الدهان ده بيقعد عند التاجر فتره ممكن تفتح الباستيلا تلاقي طبقه مترسبه فوق على السطح شبه القشطه كده بتتكون فوق، فاقدر اضيف ماده كيميائيه ما تخليش المشكله دي تحصل. كمان اقدر اضيف للدهان بتاعي مواد تخليه مقاوم اكتر زي مقاومه البكتيريا والرطوبه وكمان الحراره. واقدر احاج الدهانات الزيتيه زي البلاستيك واقدر اغسله، واقدر اخلي كمان لون الدهان نفسه متجانس. دي مقدمه سريعه عن الدهانات قبل ما نبدا نتكلم عنها. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.